ما غنخليكمش تزاحموا هاد العام في لي باتيسري وتاخذوها ب 300 درهم. غادي نعطيكم كاطو كلاصي بنكهه ديال القهوه ساهل. المقادير بالضبط غادي تلقاوهم اسفل الفيديو، سجلوه عندكم وتبعوني. في واحد البول كندير اللوز اللي طحنته بقشورو مع السكر كلاصي، الدقيق، الملحه وكيس ديال الكاكاو، معلقه صغيره ديال الخميره. كنخلطوا هاد النواشف ونجمعوهم بجوج بيض البيض، وكنجيبوا الزبده اللي ذوبناها بوغ نوازيت ونزيدوها للخليط، نخلطوا كلشي وغادي نجيبوا واحد الاطار اللي فيه 20 على 20 نديروا فيه الكيك ديالنا وندخلوه كياخذ 10. بالنسبه لبخالينه اللوز والفيتين كنصاوبهم في الدار، الا بغيتوهم قولوها لي في التعليقات. كنديرهم في الطبقه المقرمشه، ممكن حتى تشريوهم واجد. خلطت هنا الفيتين مع الشكلاط مذوب مع البخاليني وغادي نديرهم على الطبقه ديال الكيك من الفوق. من بعد غادي نجيب واحد البول ندير فيه قهوه سريعه الذوبان، السكر والماء، غادي نطلعوهم حتى يوليو لينا على شكل الرغوه ديال الكابوتشينو. هنايا درت الشكلاط الاسود مع نص كاس ديال الكريمه، جوج وراق ديال الجيلاتين. خنخلط كلشي حتى كيذوب ونخليه يبرد. من بعد علبه ديال الشونتي مع كاس ديال الحليب بارد، نطلعوهم نزيدوا لهم هذيك لاموس ديال القهوه وداك الشكلاط. من بعد ما برد غادي نصبوا كلشي على الطبقات ديالنا وغادي ندخلوهم المجمد يبردوا. وطبقه الكلاصاج غندير فيها الشكلاط مع الحليب وورقه ديال الجيلاتين، غنخلطها ونصبها على الكيكه اللي بقات في المجمد ليله كامله. كنزينها وكنقدمها المذاق ديال الشوكولا مع القهوه، كيجي بنين بزاف. ضروري تسجلوها وتجربوها، ما تنساوش ليا لايك الفيديو.